فالنساء يمكنهن المشاركة فيها، لكن الرجال أكثر قدرة على ذلك. الرجال والنساء متساوون في الإسلام، فسيتركز الرجال على المرأة أكثر من تركيزهم على الصلاة. فلماذا لم يكن هناك أي أنبياء من النساء؟ أنا ميغيل وأنا أعمل مهندساً، وعندي سؤال. الرجال والنساء متساوون في الإسلام، فلماذا لم يكن هناك أي أنبياء من النساء؟ سأل الأخ سؤالا جيدا. في الإسلام الرجال والنساء متساوون، فلماذا لا توجد نبيات في الإسلام؟ كما قلت لكم في أثناء المحاضرة، وقد ذكرت لكم آية من القرآن في سورة البقرة السورة الثانية الآية 228: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن النساء لهن حقوق متساوية مع الرجال، ولكن الله في حكمته الإلهية يعطي الرجل درجة عن المرأة. وكما تعلمون، عندما يأتي نبي فعليه أن يؤم الناس بالصلاة، فإذا قامت المرأة بأداء الإمامة في الصلاة وكان رجال وراءها، فسيتركز الرجال على المرأة أكثر من تركيزهم على الصلاة. أليس هذا صحيحاً؟ وأيضاً في الدين الإسلامي وبشكل عام، إذا نظرت حتى في المجال السياسي ستلاحظ أن رئيس الدولة هو المسؤول الذي عادة ما يلتقي بالآخرين. هناك تفاعل وهناك التصوير وكل شيء موجود، وبالتالي فإن ذلك يكسر الحجاب. من ناحية أخرى، إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يريد أن يفرض عبئاً على المرأة. وفي دراسة عن النساء أقيمت بكندا على يد عالمتين من النساء، قالتا إن للنساء صفات لفظية ضرورية لتربية الأطفال ليست موجودة عند الرجال، أما الرجال فلديهم صفات مكانية في التفكير والتخطيط أكثر من النساء، فإن الرجال يكونون أكثر انخراطاً في التخطيط بصفاتهم مقارنة بالنساء. ولكن عندما يتعلق الأمر بالصفات اللفظية في التربية فغالباً تكون مهيمنة عند النساء. فيجب على المرأة أن تهتم بالأطفال وتحسن تربيتهم. وإذا قامت المرأة بالاهتمام بالأطفال فأجرها عند الله عظيم. أنت رجل وأنا أيضاً رجل، ونعلم أن تربية الأطفال ليس بالأمر السهل، وهذا هو السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك، لأن هذا الدور مختلف جدا عن دور الرجل. وبالنسبة للنبوة، وبما أن القيادة مطلوبة، فإن الصفات الخاصة بها تكون أكثر أهمية لدى الرجال. فهناك أمور مثل إمامة الصلاة، وهناك أمور مثل التخطيط، وهناك أمور مثل الجهاد، فالنساء يمكنهن المشاركة فيها، لكن الرجال أكثر قدرة على ذلك. وبذلك وبهذه الطريقة فإن الله سبحانه وتعالى أعطى كل جنس صفات يتميز بها عن الجنس الآخر. ومع ذلك فهناك العديد من النساء التي تم ذكرهن في القرآن. على سبيل المثال مريم رضي الله عنها، فقال الله في القرآن في سورة آل عمران الآية رقم 42: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن لدينا مثال مريم وهي ليست نبياً، ولكنها قد فضلت على نساء العالمين. لديك مثال آخر، خديجة رضي الله عنها التي كانت زوجة النبي. لدينا مثل في القرآن عن آسيا التي كانت زوجة فرعون، وقد ذكرت في سورة التحريم السورة رقم 66 الآية رقم 11، حيث كانت تدعو الله أن يبدلها بكل ثروات هذا العالم مقابل مكان في الجنة بالقرب من الله. وعلى سبيل المثال أيضا لدينا فاطمة رضي الله عنها التي كانت ابنة النبي. إذن لدينا أمثلة على العديد من النساء العظيمات، ولكن الله بحكمته الإلهية اختار الرجال كأنبياء، لأن الدور هنا مختلف. آمل أن يكون ذلك قد أجاب عن السؤال.